السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم البيني بالطريقه السهله وكيتحضر بسرعه وتيجي نجح 100%. خليكم معايا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، كنشكركم بزاف. بسم الله غنبدا على بركه الله. كما كتلاحظوا هنا درت 4 ديال البيضات، قريصه ديال الملح، راه تقريبا معلقه صغيره ديال الملح، 2 معالق ديال الخميره حبوب، 2 معالق ديال زيت المائده، معالق كبار، كاس صغير ديال السنيده، وشويه ديال الخرقوم البيتي، كيس ديال الخميره ديال الحلوى، الخميره الحلوى كيس واحد صافي. وكنبدا نخلط بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا. المقادير سهله وبساط وكيجي البيني ناجح 100%. وديروه ان شاء الله وتجربوه ان شاء الله وتخليو ليا في الكومونتير. صافي هنا درت واحد القطيره ديال الماء. هنا البنات ما تنديرش الماء، تقريبا كاس ديال الماء اللي غادي نبقى نزيد شويه بشويه كنبقى تنعجن به العجينه. هنا غندير 2 زلايف ديال الدقيق الفورس كما كتلاحظوا، 2 زلايف. انا عندي زلافه كبيره، نتوما يمكن لكم ديروا 3 ديال الزليفات، يعني انا عندي زلافه كبيره درت 2 صافي. كما قلت لكم الماء تنبدا نخلط شويه بشويه، غير شويه، تقريبا كاس صغير ديال الماء صافي اللي كنحتاج في هذه العجينه. صافي هنا كما تلاحظوا هنا راه كنعجنها مزيان، كنعلكها كتجي بحال العجينه ديال المسمن، معلوكه مزيان باش كيجي البريوش زوين. عفوا البيني كيجي زوين، ما تيجيش معجن. هانتوما كتشوفوه هنا. راه خليكم معايا، خليكم مع العجينه اللي تنعلك فيها مزيان. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش باللايك والاشتراك اخوتي وخواتاتي، كنشكركم بزاف. بيكم تنتشجع وكنعطي كل مره ان شاء الله كنعطي جديد. خليكم معايا. صافي هنا كما كتشوفوا هنا العجينه راه علكتها مزيان. كتبغي العلك مزيان باش كتجي العجينه مطلوقه وكتجي العجينه خفيفه. صافي هنا بعد ما غادي نعجنها غادي نديرها في العجانه ديالها. كتبغي الخميره بزاف، هاد البيني كيبغي الخميره هكا يخمر مزيان. صافي هنا من بعد ما ساليتها نتوما كتشوفوا العجينه مطلوقه، غنديرها في هذه العجانه، غندهنها بواحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف، وغادي نغطيها في هذه العجانه ونخليها حتى تخمر غير بشويه ماشي بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق هكاك، ونرجع ليها بين ما ترخى هكا تطلق راسها مزيان. صافي هنا باختصار من بعد ما طلقت شويه نتوما كتشوفوا. صافي هنا غنطلق هاد العجينه كما كتلاحظوا. هاد العجينه غنديرها كلها هكا وغادي نطلقها. الطبله راني دايره فوق منها هذا المانط اللي غادي ندير لي زور ديالها، فاش غادي نديرها فوق الطبله ونغطيها ونخليها حتى تخمر. هنا غنطلقها وغادي نقطعها، غنقطع دويرات. خليكم معايا. انا راه الدلاك راه ما عرفتوش فين طار ليا الدلاك. راه كنطلق غير هاد اللعيبه اللي تشوفوا، هاد الجعيبه نقيه هي زوينه كنخليها هكا. صافي هنا كما كتشوفوا هنا العجينه ما كتجي غليظه ما كتجي رقيقه، عجينه مطلوقه الصراحه زوينه رطبه. هنا خصها ضروري تعلكوها مزيان باش كيجي البيني ناجح وزوين. صافي هنا عندي انايا هاد المرشم هذا ديال الحرشه. نتوما اللي بغيتو ديروه صغار من هذا الحجم كبر من هذا الحجم اللي بغيتو. انا عندي هذا ديال الحرشه، عندي صغر منه، عندي هذاك ماشي شويه.
انتم كتشوفوا راه العجينه ما تجيش رقيقه بزاف، ما تجيش غليظه. والتقطعات اللي بغيتو نتوما صغار كبار اللي بغيتو البيني كما بغيتو يجيكم في التقطيعات ديروه. صافي هنا عندي انا هذا الطابع حتى هو هكا كنخويه من الوسط بحال هكا باش كيجي البيني خاوي من الوسط. صافي هنا غنبدا نهز وغادي ندير فوق الطبله اللي فرشتها بليزور ديال باش غنغطي العجينه ونخليها تخمر مده تقريبا ساعتين هكاك، وعاد غادي نطيبها. هانتوما كتشوفوا التقطعه كيفاش كتجي كيفاش كيجي البيني. هاد العجينه ما غنلوحهاش حتى هي غادي نبوقها ونخليها ترتاح شويه ومن بعد نطلقها بنفس الطريقه. صافي هنا من بعد ما خليته حتى خمر تقريبا مده ديال ساعتين د المكانه. صافي هنا رجعت ليه كنتم كتشوفوا كيفاش طالع في الخميره راه خمر. باختصار هنا راني شاعله على المقله صافي غنبدا نطيب. هنا كما كتلاحظوا معايا هنايا التقديه اللي تقديت هكا شويه ديال الشوكولاط اللي غادي نحتاج في هذا البيني، وخديت داكشي اللي خاصنا كما كتشوفوا. هنا الشوكولاط المربع اللي ديال الحلويات، هنا غندير شويه وغندير شويه ديال الحليب وغادي نديرو يذوب به. غادي نزين البيني
هنا الزيت راه شاعل عليه كيسخن، كندير غير شويه ديال الحليب ماشي بزاف. صافي هنا راه سخنت الزيت، هنا غنبدا نطيب. كما تلاحظوا معايا راه الزيت تكون طايبه ماشي غليانه بزاف، ماشي طايبه وتكون على العافيه مهيله باش ما تتحرقلناش البيني. انتم كتشوفوا كيفاش جا. الصراحه كيجي زوين وما تيشربش الزيت. ملي تديروا البيض في العجينه وكديروا شويه ديال الزيت ما تيشربش الزيت. هانتم كتشوفوا كيجي زوين وكيجي ساهل هكا تحضروه للكوتي. كل مره تنوعوا الوليدات هكا كيبغيو هكا تنوعوا لهم حتى الوليدات هكا. الله اللي عنده شي الله يخليه ليه ويخليو ليهم والديهم يا ربي. صافي هنا غنبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي. انتم كتشوفوا كيفاش كيجي زوين صراحه وخفيف ما تيشربش الزيت. تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا. راه تيجي ناشف من الداخل ديالو، كيجي ناشف من الزيت. انا راه كيجي زوين ورائع. خليكم معايا حتى النهايه، تبعوا الفيديو حتى النهايه وتشوفوا كيفاش جا. صافي هنا من بعد ما وجدته هانتم كتشوفوا هنا راه عندي هاد الشوكولاط الحبيبات اللي تتشوفوا هنايا الخضر والكحل الاسود. هنا الشوكولاط اللي مذوباه هانتم كتشوفوا هنا راه كنزين به. صافي هنا كما كتشوفوا هنايا باش ما بغيتو تزينوا. هنا راه زينت بهاد الشوكولاط الحبيبات.
والشكلاط المربع اللي مذوباه، وهنا شويه ديال السكر كلاصي اللي بغيتو باش ما بغيتو تزينوا هاد البيني، باش ما بغيتو تزينوه. هنايا راه هاد العجينه اللي بقات ليا في الاخر درتها بهاد الهلال بحال هكا، والوسط القلب ديال البيني هو هذا اللي حيدت حتى هو طيبته. وهذه هي النهايه ديال الفيديو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. ما تنسونيش خوتي من اللايك والاشتراك في القناه، كنشكركم بزاف. بارطاجيو الفيديوهات ديالي، راه تتشجعوني صراحه، كتخليو لي التعليقات زوينين كتشجعوني، كنشكركم. صافي هنا هاد الشكلاط هذا كنزين به حتى هو هكا. لو بغيتو ديرو، بغيتو تخليوهم سامبل بحال هكا تخليوهم سامبل، بغيتو تزينوا باش ما بغيتو. صافي هذا هو النهايه ديال الفيديو. هو البريوش كيجي رائع صراحه، تيقوني تجربوه ان شاء الله وتخليو لي في الكومونتير، راه كيجي بنين وكيجي زوين صراحه. حتى كتشوفوا كيفاش جا. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك. شكرا لكم، مع فيديو واحد اخر ان شاء الله يا رب.